السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. الحقيقة الفيديو ده مختلف كتير عن الكونتنت اللي بقدمه على القناة الخاص بتحليل الشخصيات، ولكن الفيديو ده بشكل كبير هيكون موجه إلى العام الجديد. أعتقد إن الفيديو ده هيكون مفيد بشكل كبير جدا للناس اللي عندها إحساس بعدم الرضا على العام السابق، أو ما كانش عندهم القدرة على تحقيق أكتر من الأهداف اللي كانت موضوع او اللي كانت مهم ان احنا نقدر نحققها في العام السابق. كمان اعتقد انه هيكون مفيد جدا للناس اللي عندها طاقه عاليه جدا وعندها مجموعه كبيره جدا من الاهداف، واللي بالفعل مش عارفه تبدا منين او مش عارف ايه الطريق او ايه الخريطه اللي يقدر يشتغل عليها علشان يحقق هذه الاهداف. كمان هيكون مفيد للناس اللي عندها اهداف كتير جدا العام السابق، واللي ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك على مجموعه مهمه جدا وكمان مجربه بالفعل واثبتت فعاليتها من الخطوات اللي تقدر ان شاء الله انت كمان تطبقها وتنفذها وتحصل على نفس النتيجه الايجابيه. طيب تعالى هنا، لا قرب شويه كمان، ان شاء الله في الفيديو ده هتحقق كل اهدافك للعام الجديد. وعلشان ما اطولش عليك فيلا بينا نبدا الفيديو. اهلا بيك من جديد. في البدايه خليني اتمنى لك انت وكل المشاهدين بعام جديد مليء بالتفاؤل ومليء بالسعاده وتحقيق كثير من النجاحات ومزيد من الثراء ان شاء الله. هنبدا دلوقتي مع بعض مجموعه كبيره من الخبرات والتجارب اللي بالفعل في اشخاص طبقتها قبل كده وحصلت على نتائج ايجابيه، فبالتالي انت كمان تقدر تطبق هذه التجارب وهذه الخبرات وتحصل على نفس النتيجه. وده لان في فرضيه جميله جدا من فرضيات البرمجه الغويه العصبيه. ولو انت اول مره تسمع عن البرمجه الغويه العصبيه فانا هسيب لك فيديو يظهر لك هنا دلوقتي. فكره بكل بساطه فرضيه جميله جدا بتقول لك إذا كان شخص ما قادر على فعل شيء ما فيمكن لأي شخص آخر أن يتعلمه. ده معناه إيه؟ ده معناه إن لو في شخص معين عمل حاجة معينة وقدر يحقق فيها نجاح، فبالتالي أي شخص آخر يقدر يتعلم نفس هذه الحاجة أو نفس هذه الطريقة وكمان هيحصل على نفس النتيجة الإيجابية. طيب دي كانت الفرضية الأساسية في البرمجة اللغوية العصبية، واللي من خلالها تقدر تعمل أي حاجة حد عملها قبل كده وتحصل على نفس النتيجة الإيجابية، لأن هو بالفعل عنده نفس الخريطة أو عنده نفس الطريقة. طيب كمان حاجه مهمه جدا، واسمح لي اطول عليك شويه صغيرين، ولكن صدقني الكلام اللي هقوله ده مهم جدا انك تتعلمه وانك تفهمه. فحاول بقدر الامكان تجيب ورقه وقلم وتكتب ورايا. عندنا او في مجموعه من الاركان الاساسيه في حياه اي شخص. الاركان دي هي 8 اركان اساسيه. الاركان دي مهم جدا انك تعرف انت واصل فيها لحد فين. ما ينفعش تبدا حاجه جديده غير لما تقفل الموضوع القديم. الحاجه القديمه او الموضوع القديم ده وهو حياتك بالفعل. فازاي محتاج انك تحقق نجاح في العام الجديد وانت بالفعل عندك مشكله ستيل موجوده في العام السابق؟ طيب الموضوع بكل بساطه ان احنا في حاجه عندنا اسمها عجله التوازن في الحياه. عجله التوازن في الحياه بالظبط كده زي الشكل ده. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان في 8 اركان اساسيه اي شخص في الدنيا بيعتمد عليها علشان يقدر يحقق حياه متوازنه او حياه صحيه بشكل كبير جدا. الثمان اركان دول وهو واحد وهو الجانب المهني. الجانب المهني وهو علاقتك ببيئه العمل او علاقتك ب الاعمال الموكله اليك او علاقتك بالوظيفه اللي حضرتك بتنتسب اليها او بتنتمي اليها. هل بالفعل انت عامل اللي عليك في شغلك؟ هل بالفعل انت بتأدي بشكل كويس؟ هل انت راضي كل الرضا عن مجال عملك او عن بيئه عملك اللي انت بتشتغل فيها او اللي انت المفروض انك تحقق فيها نجاح معين؟ لانك بالفعل ممكن تكون موظف في شركه معينه بتعمل اعمال معينه، ولكن مفيش نوع من انواع التطور او نوع من انواع التجديد. وبالفعل ممكن تكون برضه بتشتغل في وظيفه معينه ولكن كل يوم في جديد وبتقدر تكتسب خبرات على مدار العام او على مدار الاعوام اللي حضرتك بتشتغل فيها في هذا المجال. الجانب الثاني من الجوانب الاساسيه للحياه وهو الجانب الاجتماعي. هل حضرتك شخص اجتماعي بنسبه كام في المية؟ شخص اجتماعي متفاعل مع المجتمع المحيط بيك؟ هل بتأثر في المجتمع المحيط بيك ولا بتتأثر بيه؟ هل علاقاتك الاجتماعيه بنسبه كام في المية صحيحه؟ هل علاقاتك الاجتماعيه بتفيدك بشكل كبير جدا في تحقيق نجاحات في حياتك او ان حضرتك تعيش بشكل احسن او بشكل صحي اكتر؟ فهل العلاقات الاجتماعيه دي بالفعل مسببه لك مشكله او مسببه لك ازمه معينه في حياتك ولا العكس صحيح؟ طيب فبالتالي لو احنا برضو عندنا مشكله في الجانب الاجتماعي فمحتاجين ان احنا نشتغل عليه، ومحتاجين ان احنا نقدر نعرف احنا محتاجين ايه من العلاقات الاجتماعيه المحيطه بينا. الجانب الثالث والمهم جدا وهو برضو الجانب المالي، الفلوس. الجانب المالي ده من اهم الجوانب ومهم جدا جدا ان يكون عندك القدره الماليه او الراحه الماليه او الوفره الماليه. فهل انت بالفعل عايش في المنطقه دي ولا عندك مشكله ماليه او مش قادر يكون عندك دخل ثابت او حتى على الاقل مش قادر يكون عندك دخل ترفيهي؟ يعني ايه دخل ترفيهي؟ في دخل ثابت انا بستخدمه في سد احتياجات الحياه او سد متطلباتي انا بشكل شخصي، ولكن لازم يكون في جانب اخر وهو الجانب الخاص ب الدعم النفسي. الجانب اللي بعد كده برضو الجانب الرابع والجانب المهم جدا وهو الجانب الاسري.
وناخد بالنا لان الجانب ده يا اما ان هو هيساعدك في انك تحقق حاجات كتيره جدا ويكون عندك يعني راحه نفسيه بشكل كبير ويكون عندك قدره انتاجيه عاليه، ولا هيكون عامل لك او مسبب لك مشكله كبيره. الجانب الاسري، علاقتك باسرتك، علاقتك بالاب بالام بالاخوه، علاقتك بالاولاد، علاقتك بالعائله بشكل كبير. فمهم برضو ان احنا نحاول بقدر الامكان يعني يكون عندنا توازن بشكل كويس في الجانب ده، وعندنا يكون في يعني راحه في التعامل مع هذا الجانب بشكل كبير. الجانب رقم خمسه والجانب برضو المهم جدا وهو الجانب النفسي. علاقتك بنفسك، علاقتك بذاتك. هل انت شخص متطور ذاتيا؟ هل انت شخص يعني بتحب نفسك زي ما احنا بنقول كده؟ ولا يعني انت بتتعامل مع نفسك او مع شخصك يعني بشكل عشوائي او بشكل غير منظم؟ فخليني اقول لك ان الجزء ده بالتحديد خطير جدا، مش هقول لك مهم ولكن هقول لك خطير جدا. طب ولكن ليه الجزء ده خطير جدا؟ لانك لو ما كانش عندك القدره على تقدير ذاتك بشكل مناسب محدش هيقدرك. ولو انت محتاج تعرف اكتر عن الموضوع ده فانصحك بقراءه يعني مجموعه من الكتب الخاصه بالتنميه الذاتيه او حتى بالتحفيز، لان ده هيساعدك على معرفه ذاتك بشكل احسن، وكمان هيساعدك انك تتعلم مهارات جديده تقدر تنمي فيها من ذاتك او تقدر تنمي فيها من شخصيتك. الجانب اللي بعد كده وهو الجانب الجسدي، والجانب الجسدي برضه من العوامل او من الجوانب المهمه جدا. هل انت شخص يعني مهتم بصحتك بشكل كويس؟ هل انت شخص بتلعب رياضه؟ هل انت شخص عندك هوايه او عندك مهاره معينه يعني بتطلع فيها طاقتك او يعني بتمارسها بشكل مستمر او بشكل معتاد؟ ده مهم جدا. انا مش بطلب منك انك يعني تكون بتمارس رياضه معينه او يعني بشكل يومي، ولكن على الاقل لازم حياتك يكون فيها جزء من الرياضه ولو حتى بشكل بسيط. ما تحاولش انك يعني تكبر الموضوع او تعقد الموضوع بشكل كبير. لو على قدر الامكان لو هتمشي كل يوم مثلا يعني 10 دقائق ربع ساعه فدي رياضه برضو مهمه جدا. فمهم جدا ان يكون عندك رياضه ويكون عندك عاده ممارسه الرياضه والاهتمام بجسدك بشكل كبير. وخد بالك حاجه مهمه جدا، لو انت عندك مشكله في الاهتمام بالجانب الجسدي صدقني هيكون عندك مشكله في جوانب كتير جدا وهتاثر. الجانب اللي بعد كده وهو الجانب العقلي. الجانب العقلي الخاص بتنميه مهارات العقل. هل حضرتك يعني عندك القدره انك تنمي مهاراتك العقليه والفكريه بشكل مستمر، ولا عندك مجموعه من الخبرات ومجموعه من التجارب السابقه وكمان مجموعه من المعلومات بتعتمد عليها اعتماد اساسي في حياتك؟ فلو انت الشخص اللي انا بتكلم عنه دلوقتي فاحب اقول لك يعني ان الموضوع ده يعني مش احسن حاجه، ولكن مهم جدا انك تحاول تغذي عقلك. ايه ده؟ هو في حاجه اسمها تغذيه العقل؟ بالظبط كده، في حاجه اسمها تغذيه العقل عن طريق القراءه، عن طريق دعم المعلومات، عن طريق حصر المعلومات، عن طريق المعرفه، عن طريق الاطلاع، عن طريق حاجات كتير. فحاول بقدر الامكان وانت ماسك موبايلك يعني بلاش نسكرول كده ونقعد نتفرج على فيديوز خاصه بالتيك توك والحاجات اللي فيها انترتينمنت. حاول بقدر الامكان انك تعلم نفسك حاجه جديده. الجانب الاخير والمهم جدا واللي هو بالفعل لازم يكون هو الجانب الاخير لان هو من اكتر الجوانب المهمه، واللي بالفعل الجانب ده هيكون داعم اساسي لكل الجوانب اللي فاتت، وهو الجانب الروحاني او الجانب الروحي. علاقتك بالله سبحانه وتعالى في يعني التدين، في الصلاه، في الالتزام، في يعني قراءه القران، في التقرب الى الله بشكل عام. فالجانب الروحي من الجوانب الاساسيه والمهمه جدا واللي بتعمل غذاء للروح بشكل كبير. وكمان احنا الجانب الروحي ده احنا بنحاول نخليه ريليتد اكتر برضو بالعلم او ب يعني عمليات المديتيشن، انك يكون عندك قدره على التامل، قدره صحيحه على التنفس الصحيح علشان تقدر تعمل توازن يعني نفسي روحاني بشكل كبير. فالجوانب دي قبل ما تفكر تعمل اي حاجه او قبل ما تفكر تدخل على عام جديد وتحط خطه جديده وتحط مجموعه من الاهداف اللي انت مش هتشتغل عليها بالفعل، وخليني اقول لك واكد لك الموضوع ده غير لو يعني جربت او طبقت التجارب اللي اقول لك عليها كمان شويه. فبالتالي الجوانب دي مهم جدا انك تحاول تشتغل عليها او تحاول تحط لها مجموعه من الاهداف او الخطط اللي تقدر تنميها او تقدر يعني تحسن من جودتها بشكل احسن. ودلوقتي بعد ما عرفنا الجوانب الاساسيه للحياه فخليني كمان دلوقتي اتكلم معاك بصلب الموضوع واقول لك على الخطوات الاساسيه اللي المفروض ان حضرتك تشتغل عليها من دلوقتي علشان تدخل عام جديد ويكون عام ان شاء الله سعيد عليك وتحصل فيه على كل ما تريد باذن الله. والخطوات دي مجموعه اساسيه ومجربه بالفعل زي ما قلت لك قبل كده، فخلينا دلوقتي كده نتكلم في خطوه خطوه. ومهم انك تسجل ورايا وانا بتكلم علشان يكون عندك المرجع بعد كده انك تقدر تفهم انا محتاج اقول لك ايه. الخطوه والحاجه الاولى والمهمه جدا ان يكون عندك حاجه اسمه الشغف المشتعل. يعني ايه الشغف المشتعل؟ يعني يكون عندك اصرار على الحاجه اللي انت عاوزها بالفعل. طب الكلام ده احنا بنسمعه يعني ان بيزك، احنا بنسمع الكلام ده تقريبا في كل المنصات او في كل الفيديوز اللي احنا بنشوفها، والحماس والحماس المشتعل وكل الكلام ده. فخليني اقول لك هنا ثلاث حاجات اساسيه مهم انك تكون عارفها وتكتبها بايدك ما بينك كده وما بين نفسك وانت قاعد علشان تقدر تفهم
انت مين، امكانياتك ايه، محتاج ايه، وهتوصل له ازاي. الاربع حاجات دول اربع حاجات مهمين جدا. انت مين، امكانياتك ايه، محتاج ايه، وهتوصل له ازاي. الاربع حاجات او الاربع خطوات دول لو انت بالفعل قدرت انك تكتبهم وكمان تكتب تحت منهم يعني وصف لكل حاجه فيهم. الحاجات دي لو انت قدرت تعمل لها حصر وقدرت تحددها وتفهمها كويس جدا، اعتقد ان بقيه الخطوات هتكون مناسبه بشكل كبير انك يعني تشيف او تحقق الهدف اللي انت محتاجه. خطوه رقم 2 وهي تبسيط الاهداف. بلاش الكلام المكلكع الكبير قوي، يعني اللي انا عندي اهداف كتير، انا عندي طموحات كتير. بلاش كل الكلام الكبير ده، خلينا نبسط الموضوع بشكل اسهل من كده. اي هدف موجود عندك او اي هدف انت محتاج تحققه، الهدف ده حاول بكل بساطه انك تجزأه او يعني تجعل منه اجزاء او تجعل منه مراحل. وحاول بقدر الامكان انك تخلي كل مرحله من المراحل دي مرحله بسيطه جدا، يعني ما تحاولش تكبر الموضوع اكبر من اللازم. يعني حاول بقدر الامكان يكون الموضوع ابسط من اللازم علشان يكون عندك القدره انك تكمل وانك تحقق الهدف ده، وكمان علشان ما تصابش بنوع من انواع الاحباط او التكاسل او يعني عدم الاستمراريه، فبالتالي لا هتحقق الجزء البسيط ولا هتحقق الهدف الكبير اللي انت محتاجه. وعلى سبيل المثال لو انت على سبيل المثال مثلا محتاج انك تقرا مجموعه كتب كتيره جدا، فبلاش يكون مجموعه كتب كتير، وحاول بقدر الامكان يعني تفلتر الكتب دي وتعرف انت محتاج انهي مجموعه كتب او انهي مصادر او انهي معلومات، وهتاخدها بشكل ابسط من كده في انك تقدر تحصل على المعلومات دي بشكل يعني متسلسل. مش لازم كل يوم تقرا كتاب او مش لازم كل اسبوع تقرا كتاب، بالعكس انت ممكن كل يوم تقرا او تقرا صفحه واحده، ولكن هتقدر يكون عندك معلومات متراكمه في خلال القراءه او من خلال متابعه القراءه. ازاي تقدر تعمل عمليه خداع عقلي او خداع نفسي لعقلك الباطن وتحصل على ما تريده، وتسخر عقلك الباطن انه يشتغل معاك او انك تحصل منه على كافه المعلومات اللي انت محتاجها بسهوله. في نوعين من الاحساس مهمين جدا لازم يكونوا موجودين عندك. الاول هو الاحساس بالتقصير، والاخر هو الاحساس بالقدره. الاحساس بالتقصير وده هتشعر بيه في حاله ان كانت الاهداف بسيطه او الاجراءات بسيطه وانت ما نفذتهاش، فبالتالي يعني عقلك الباطن تلقائي كده هيبدا يعني يلومك، يعني الموضوع كان بسيط، احنا ليه ما عملناهوش على سبيل المثال. دي الاولى. الاحساس بالقدره وهو في حاله الاحساس بالتقصير، يعني انت عندك الابيليتي انك تقدر تعمل الحاجه دي فانت قصرت فيها، فصدقوني الاحساس ده وحش جدا، يعني اتمنى ان محدش يعني يكون بيشعر. الطريقه الثانيه والحاجه الثانيه والمهمه جدا وهي برضو يعني تقسيم الاهداف على مدار العام. طيب خليني هنا اشرح لك او ادي لك طريقه برضو يعني احنا بنعملها عموما في معظم الدورات الخاصه بالخداع العقلي، وازاي تقدر تقسم اهدافك، وكمان ازاي تقدر تعمل عمليه اجبار او اخضاع لعقلك الباطن انه يستجيب معاك في تنفيذ هذه الاهداف. الموضوع بكل بساطه علشان ما نفضلش نتكلم في مواضيع كبيره وفي اهداف كتيره وحاجات من هذا القبيل، خليني بكل بساطه كده ان اقول لك انك محتاج يعني لوحه تكون يعني لونها مش ابيض تماما، يكون لونها اي لون اخر، ويا ريت يكون لون يعني مستفز للعين، فده برضه هيكون حاجه مهمه جدا. اللوحه دي هتقدر حضرتك تقسمها ل 12 خانه او 12 مربع على سبيل المثال. كل مربع من دول وهو شهر في العام الجديد، ومهم جدا انك في المربع ده تقسم كل مربع الى 4 اجزاء، كل جزء فيه وهو الاسبوع او الاربع اسابيع الموجوده في كل شهر. طيب ايه الفكره هنا؟ الفكره هنا انك هتبدا تكتب كل اهدافك الشهريه والسنويه والنصف سنويه في اللوحه دي. بعد كده هنجيب قلمين برضو نحاول نكون ان هم تكون الوان مستفزه للعين او تكون الوان مختلفه، والهدف اللي هيتم انجازه هنكتب عليه يعني بشكل كبير كده دون، والهدف اللي لسه ما اشتغلناش عليه فهيكون دايما ظاهر قدام عينيك. فده معناه ايه او ده بيعمل ايه في العقل الباطن او ايه فكره الخداع العقلي في الموضوع ده؟ الفكره هنا ان احنا بنبلغ او بنخطر العقل الباطن ان في مجموعه من الاهداف اتعملت، وده بيساعدك على التحفيز الذاتي، يعني ده بيساعدك انك تنجز او انك تكمل في تحقيق الاهداف. كمان التحدي، العقل الباطن بيعشق التحدي، بيحب بشكل كبير جدا التحدي، وكمان بيحب الفضول بشكل كبير. فصدقني لو انت بتتفرج على اي حاجه فيها شيء غامض هتفضل متابعه ومركز معاه بشكل كبير جدا. طيب خليني برضه اقول لك حاجه نفسيه ومهمه جدا عشان تبقى انت عارفها، وانا اسف اني بطول عليك في المعلومات ولكن دي معلومه مهمه جدا. الصوره الفوتوغرافيه اللي العين بتاخدها للشكل اللي قدامك، لو العين استمرت على نفس النمط بنفس الصوره في نفس المكان، فبالتالي عقلك الباطن بيبدا يعمل عمليه تسويف للمشهد ده. المطلوب مني ان انا كل شهر في شهور السنه ابدا اغير مكان او موضع اللوحه دي. يعني لو انا حاططها مثلا في الوجه المقابل للمكتب بتاعي، فمحتاج مثلا احطها جنب الباب، بعد كده محتاج مثلا احطها جنب الدولاب، محتاج احطها مثلا على السقف بالمقلوب، محتاج احطها في اي مكان
عيني لما هتشوفها تستغرب هو ايه ده، هي اللوحه دي إيه اللي جابها هنا. فبالتالي ده هيفضل بشكل مستمر كده، يعني يعمل لك نوع من انواع الالارم، واللي ينبهك بشكل مستمر ان في اهداف محتاجين نشتغل عليها. كمان التجربه او الطريقه الثالثه والمهمه جدا وهي تعلم مهاره جديده. مش عايز اكون يعني بضغط عليك في موضوع تعلم المهارات، ومش عايز افضل برضه اتكلم معاك قد ايه المهارات دي حاجه مهمه وقد ايه هتساعدك، ولكن خليني اقول لك حاجه بسيطه جدا وسهله جدا. مش محتاج من يومك بس غير 15 دقيقة كل يوم. 15 دقيقة هتبدأ تتعلم فيهم مهارة جديدة. المهارة دي ممكن تكون على سبيل المثال بروجرام معين، ممكن تكون ابلكيشن معين، ممكن تكون يعني طريقة معينة، ممكن يكون قراءة كتاب معين في مجالك هيفيدك بشكل كبير. ممكن تتعلم فيها البرمجة، ممكن تتعلم فيها السوشيال ميديا ماركتنج، ممكن تتعلم فيها أي حاجة تكون سبب في ضخ أموال في أو في يعني مزيد من الثراء من المهارة دي. حاجة كمان المهمة والطريقة مهمة جدا وهي تعلم أن تستمر. الاستمرار مهم جدا، التكرار مهم جدا. في يعني او احنا بنتكلم عموما في علم النفس بنقول ان في طريقه معينه علشان اكتسب عاده جديده او اتخلص من عاده قديمه. يعني لو انت مثلا على سبيل المثال شخص عصبي، فانا اقدر ادي لك روشته او اقول لك على طريقه معينه تقدر من خلالها في 21 يوم تتخلص من العاده او الصفه السلبيه اللي في شخصيتك. ولو انت في عاده ايجابيه حابب تكتسبها وهي مش موجوده فيك، فبرضه ان شاء الله تقدر في 21 يوم انك تتعلمها او تكتسبها. حاول تستمر في الشيء اللي انت بدأت فيه او الشيء اللي انت يعني بتشتغل فيه او الشيء اللي انت محتاج انك تحققه. اعتقد في النهايه انك هتتطور فيه بشكل كبير، وانك كل مره هيكون اداك احسن من المره السابقه. كمان انا عارف انك محتاج طول الوقت ان حد يفكرك او حد يذكرك، ففي ابلكيشنز مهمه جدا وهسيب لك اللينك بتاعها برده دلوقتي في الديسكربشن. في ابلكيشن مهم جدا اسمه جوجل كيب وهابت تراك. دول ابلكيشنز هسيب لك دلوقتي اللينك بتاعهم في الديسكربشن. تقدر تحمل الابلكيشنز دي ومن خلالها تقدر ان يكون عندك مجموعه من المهام اليوميه اللي يعني مسجله بالفعل، واللي هينبهك بالفعل لتنفيذ هذه المهام. واعتقد ان ده هيساعدك بشكل كبير جدا. كمان الحاجه او الطريقه المهمه جدا وهي نظام المكافاه وتقدير الذات. يعني ايه؟ يعني مهم جدا بعد ما تحقق نجاح او تحقق انجاز حاول تكافئ نفسك بنفسك، يعني ما تنتظرش ان حد يكافئك. وبالمناسبه خليني اقول لك على حاجه، احساس انك تكافئ نفسك بنفسك اجمل بكتير قوي من ان حد يكافئك. فخليني اقول لك ازاي ممكن تعمل الموضوع ده. يعني انا شخصيا بعمل الموضوع ده في حاله مثلا لو كان عندي لقاء تلفزيون، او لو انا عملت محاضره كبيره في جامعه، او عملت اي حاجه يعني بتشعرني بالسعاده، او ان انا يعني راضي عن ادائي او راضي عن الحاجه اللي انا عملتها. فمهم جدا ان اكافئ نفسي ولو باقل الامكانيات. يعني لو انا هخرج نفسي في مكان، لو هعزم نفسي في مكان، لو هجيب لنفسي هديه، لو اجيب لنفسي حاجه انا بحبها، فصدقني الموضوع ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. لازم ومهم جدا تقدر نفسك، لانك لو ما قدرتش نفسك محدش هيقدر. كمان عايز اقول لك ان الاحساس بالانجاز شيء عظيم. يعني تخيل كده انك في اخر يومك، يعني قبل ما تنام، تفكر في الانجازات او في الحاجات اللي انت حققتها في يومك. صدقني ده احساس عظيم جدا. نفس الاحساس بالظبط يعني، او يمكن الاحساس المساوي ليه لما بتذاكر في الجامعه وتنجح وتجيب تقدير عالي. يعني بص، هو حاجه مقابل حاجه. انت تعبت فحصلت على نتيجه، انت تعبت في دراستك او تعبت في كورسز معينه او في حاجات معينه، فانت حققت الحاجه اللي انت محتاجها. فالاحساس بالانجاز احساس عظيم، لازم تجربه. صدقني لو جربته مره لازم هتجربه كتير. الحاجه كمان المهمه جدا وهي انك دايما تراجع انجازاتك اول باول. كل ما تشعر بالاحباط، وصدقني هتشعر بالاحباط وهتشعر باليأس لفترات كبيره جدا والاوقات مختلفه، وده بسبب ضغوط الحياه وبسبب الافكار الكتير اللي بالفعل ممكن تكون موجوده عندك وانت مش عارف تبدا انهي فكره او اي شيء في البدايه. وعلشان الاحساس بالانجاز والاحساس يعني انك عملت حاجه قيمه مهم جدا، فكمان مهم جدا ان احنا نتفاعل مع الفيديو ده ونعمل اشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوز اللي بنقدمها، وكمان عشان يكون دعم لينا ان احنا نكمل في صناعه المحتوى او الفيديوز اللي احنا بنقدمها على قناه اليوتيوب. اتمنى ان شاء الله ان يعني 2023 تكون عام سعيد، ويكون عام مليء بالنجاحات ومليء ب يعني السعاده على كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي. وان شاء الله يكون برضو يعني عام ما فيهوش مشاكل، او يعني لو في بعض المشاكل الصغيره تعدي بسهوله. ان شاء الله اتمنى يكون الفيديو مفيد ليك. وبرضو مره ثانيه ما تنساش الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوز اللي بقدمها. ولو محتاج انك تتابع كورس الفراسه وتحليل الشخصيات، فيظهر لك بلاي ليست خاصه دلوقتي بالفيديو تقدر تتفرج عليها ان شاء الله كل يوم جمعه. شكرا، اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.